يا صباح الفل عليك يا صديقي الكوير، وخبر يهمك في 60 ثانية. الزمالك يفوز على المصري بثلاث أهداف نظيفة وحالة انبهار بما يقدمه اللاعب البرازيلي خوان الفين. بيراميدز يواجه اوكلاند سيتي اليوم في 9 مساء في بطولة كأس القارات. والاهلي يونس تلاتر مواجهة انبي في مساء اليوم، وقائمة الاهلي تشهد عودة اللاعب ياسين مرعي واللاعب امام عاشور. وفي ديربي اليوم مانشستر يونايتد يواجه مانشستر سيتي في 6:30 مساء في ديربي مدينة مانشستر. ليفربول يواجه بيرنلي اليوم في 4 عصرا، واستعدادات قوية للمباراة وظهور صلاح سعيدا في التدريبات. ارسنال يفوز على نوتنجهام فورست بثلاث اهداف نظيفة وتصدر الدوري مؤقتا. وتشيلسي يتعثر بالتعادل امام برنتفورد 2-2، وتوتنهام يفوز على وست هام 3-0. ريال مدريد يحقق فوزا صعبا وثمينا على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، والباير يفوز بخماسية ويستمر في صدارة الدوري الألماني. نابولي يفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على نادي فيورنتينا، واليوفي يحقق فوز ثمين جدا في الديربي على الانتر ب4 أهداف مقابل 3. ولامين يامال يغيب عن البارسا اليوم في مواجهة نادي فالنسيا. وبس كده يا صديقي، اتمنى تعمل لايك الفيديو لو عجبك واشتراك في القناة، وشكرا جدا يا صديقي، سلام.